كنا كنعرفوا اهميه ديال الصالون المغربي ديالنا في الدار. كنا كنبغيو يكون عندنا واحد الصالون زوين، سورتو ملي كنشريو الدار جديده، لكن كنعرفوا بان الميزانيه ديالو شويه عاليه. اليوم منصف غيدوي لنا على واحد الموضوع ديال التمويل ديال الدار ملي كنبغيو نشريوها. غادي نتسناه لان بغيت نستشير معاه في هذه النقطه، وعلى ما يجي غادي تخليكم معايا غندوي لكم شويه على الصالون، نعطيكم النصائح وبعض الحلول والاخطاء اللي خصكم تتفاداوها. اليوم نوال خصها الفلوس باش تتوحد الدار وتجهزها. يلا معايا نوريكم كيفاش غادي نديرو. الصالون المغربي كيف ما كنعرفوا هو اللي مهم في الدار ديالنا وكيهز لنا واحد الميزانيه كبيره. دونك خصنا نعرفوا الاخطاء اللي خصنا نتفاداوها ونعطيكم الفرق بين الصالون المغربي والصالون العصري. الفرق بيناتهم اول حاجه في القياسات، هذه خصنا نعرفوها وما نغلطوش فيها لان بزاف اللي كيطيحوا في هذه الاغلاط. الصالون المغربي خصنا ما نفوتوش بين 75 حتى 80 في العرض ديالو، اما الصالون العصري ولا الكنابي اللي كنعرفوه هذاك تنقدروا نديروا بين 85 حتى المتر، ماشي مشكل. ثاني حاجه النقطه الثانيه وهي الصالون المغربي من الاحسن يكون الفورما ديالو ولا لا فورم ديالو على شكل او، هذا هو اللي كيكون زوين في الصالون المغربي. بيان سور حنا ملي كتكون عندنا المساحه كبيره، اما ملي كتكون صغيره فممكن نديرو على شكل ال ولا كيف ما قلنا الاو هو اللي احسن. اما الصالون العصري فالعكس، فال هو اللي كيجي زوين فيه. هادو النقط الثانيه. النقطه الثالثه اللي الفرق بيناتهم وهو الرسور ولا البونج اللي كنخدموا به. دونك من الاحسن نخدموا بالبونج في الصالون العصري وفي الرسور في الصالون المغربي. اهلا وسهلا نوال، اسمح لي على الغلطه. ماشي مشكل، على احسن ما درتي هكا، عطيت شويه النصائح ودويت شويه على الصالون المغربي لانه مهم. الصالون المغربي مهم وانا عارفه مهم. هذا راه حاضر شي شويه بونج ولا روسور. تعطلتي، دخل شوف الحلقه وخلينا دابا صافي في المهم. قولي لي درتي لي على السؤال اللي قلت لك ديال هذيك السيده اللي باغا تشري الدار ديالها وباغا تمول. خليك معنا. كيف كتعرفوا كاين جوج انواع ديال الناس اللي كيشريو الديور ديالهم. كاينين الناس اللي كتخلص وكتمول فلوسها ديريكتومون من عند المنعش العقاري اللي ما كيدوش من بزاف ديال المراحل، كيمشي عنده كيأكد لابارتمون ديالو، كيصوب واحد الوعد بالبيع وكيلتجئ ديريكتومون عند الموثق باش كياخذ سويرتاتو. اما بالنسبه للشخص الاخر اللي هو محتاج لواحد التمويل ديال البنكه، هنا كاينين جوج انواع ديال التمويلات. كاينه البنكه التعاقديه سكون ابيل لا بنك كونفونسيونيل، وكاينه البنكه التشاركيه سي لا بنك بارتيسيباتيف. بالنسبه للبنكه التعاقديه ولا البنك التقليدي، ملي كتعجبك شي دار كتمشي تشوفها وصافي كتكون متاكد انك بغيتيها، كتمشي عند المنعش العقاري وكتفق معاه وكيعطيك واحد لو ديسكريبتيف. شنو هو الديسكريبتيف؟ هي واحد الوثيقه فيها جميع الخصائص ديال الدار، المساحه ديالها، عدد البيوت ديالها، الحمامات، اي حاجه كتعلق بهذيك الدار. وبعض المرات تقدر تطلب منه انه يعطيك شهاده الملكيه. وزيدون على هذا الشيء كامل كتمشي تجيب الاوراق ديال ما يثبت على انك قادر تخلص واحد لاطخيط. الا كنتي موظف كتمشي تجيب الاوراق ديال الخدمه ديالك، والا كنتي تاجر كتمشي تجيب الاوراق اللي كتثبت على انك تاجر بما فيه الار سي لو ريجستر دو كوميرس وما الى ذلك. كتشد هاد الورقات وكتمشي عند المستشار التجاري ديالك ديال البنكه، كتجلس معاه كتقول له ها لابارتمون وها الثمن ديالو. هو هنا كيشوف هذوك الورقات وكيحدد نسبه الفائده اللي غادي يزيد على هذاك الثمن، وغادي يقسمها لك على عدد الاشهر والاعوام اللي اتفقتيو عليها باش تخلصهم. وهذا الشيء كله غادي يخرج له واحد لاطخيط. كتسمعوا بزاف بالطريطه. الطريطه هو واحد القدر ديال الفلوس اللي كتخلصوا كل شهر لهذيك الدار. من بعد ما كتحط الملف ديالك عند البنكه، المستشار التجاري تيقول لك غادي نتصلوا بك. هذيك نتصلوا بك شنو هي غادي نقراو الملف ديالك ونشوفوا واش انت خصنا نعطيوك التمويل ولا لا. في غالب الاحيان كيجاوبوك بواحد الموافقه المبدئيه ما بين 3 ايام حتى ل 10 ايام. هذا لا يعني انه عطاك الفلوس باش غادي تشري الدار، ولكن غير انت مقبل على شراء الدار. وإلا خاصك شي ورقه طبعا غادي يعيط عليك ويقول لك زيدها في الملف ديالك. الا كان كلشي مزيان كيعاود يتصل بك المستشار التجاري وكيقول لك مبروك عليك، راه البنكه عطاتك التمويل ديالك. ولكن هنا انت ما غادي دير والو. البنكه كتصيفط للموثق كتقول له وجد لي واحد النموذج ديال العقد النهائي باش حنا نصيفطوا لك الفلوس وانت الموثق غادي تخلص المنعش العقاري. لانه خصك تعرف انت ما كتاخذش الفلوس، انت كتاخذ السوارت ديال الدار ديالك من بعد لا سينياتور وتمضي في العقد النهائي عند الموثق.
بالنسبه للبنكه التشاركيه واللي هي لا بنك بارتيسيباتيف نفس الشيء، غير هي ما فيهاش نسبه الفائده. عجباتك دارك كتمشي تاخذ هذاك لو ديسكريبتيف او الوثيقه اللي فيها الخصائص ديال لابارتمون وكتمشي للبنكه. هنا هما اللي تيشريوها بسميتهم، ولكن هما اللي تيحدوا لو مونطون والقدر ديال هذاك لابارتمون اللي غادي تخلص نتايا في واحد المده زمنيه اللي حتى هي على حسب ما بغيتي نتايا، من 10 سنين حتى ل 25 عام، وكتخرج لك واحد لاطخيط هذاك القدر ديال الفلوس اللي غادي تخرجوا في الشهر. غادي تقولوا لي ما علاقه السؤال ديال نوال ديال الصالون مع التمويل ديال الدار؟ نوال انا هنا غادي نجاوبك على السؤال ديالك، وغادي نقول لك بانه كاينين بعض الابناك اليوم كيقدروا يمولوا حتى ل 115%، صافي دي 15% زايده ديال الثمن ديال الدار بوغ لاميناجمون للفراش، وهكذا غادي نقدروا نعطيو نوال الفلوس باش تصوب لنا شي صالون مبرع. لي انا لا ولكن السيده، ولكن ميرسي بور لو كونساي هادي. افيك بليزير نوال، دائما وقت ما احتاجيتيني انا كاين. ميرسي بوكو مونساج. كنتمنى انني نكون جاوبت على السؤال ديال نوال، وانني وضحت لكم هذه المعلومات ديال كيفاش نمولوا الدار ديالنا عن طريق البنكه، والمره الجايه راه ما غنبقاش نتعطل عليك نوال. ان شاء الله. تبارك الله عليكم، والى حلقه مقبله باذن الله.